السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا موضوع التوجهات الغير منتجة. وذكرنا في الحلقات السابقة بعد هذه أنواع من التوجهات الغير منتجة. اليوم كذلك يمكن نناقش نوع آخر من التوجهات الغير منتجة عفوا. التوجه الثالث اللي هو هذا النوع من التوجه الغير منتج هم التوجه الكانزون، ونقصد بالتوجه الكانزون اللي هم يكنزون كل شيء. يعني وهذا النمط من التوجه الغير منتج عندهم بعض المفاهيم، ويعني إحدى هذه المفاهيم إنه الخير لا يأتي من الآخرين، فبالتالي دائما يتوقعون الآخرين يسرقوا منهم، الآخرين يأخذوا منهم، فدائما يكونوا حريصين على حب الامتلاك وعدم مشاركة وعدم إعطاء الآخر، فيكون عندهم الأشياء قيمتها أهم من الآخرين. يعني عندهم نظرتهم للأمور إنه يكون حريص على ماله، على أشياء، على كل ما لديهم من معينات، إذا كان لابتوب، آيباد، غيره، كل هذه الوسائل تكون عندها قيمة عنده أكثر من الآخر، فبتكون عندهم دائما نظرة سلبية، دائما يتوقعون الدمار والموت والأشياء هذه، عكس ما يعني النظرة الإيجابية اللي هي الإنسان دائما يتوقع النمو والحياة والتطور. لا، هذا النوع من التوجه الغير منتج دائما نظرة سلبية، نظرة تشاؤمية، إنه الخير لا يأتي من الآخرين. دائما عندهم الخوف من إنه لو معلومات تفلتت منهم إنه حتفيد الآخر. ويمكن تستحضرنا قصة، كانت طالبة في المرحلة الثانوية. هذه الطالبة يعني حتى في أثناء الفصل الدراسي، يعني يكون أثناء الحصص تكتب ويعني وتعمل بيدها الثاني هكذا، حتى صديقتها اللي هو زميلتها في الفصل حتى لا تستفيد يعني، أو تأخذ منها. أحيانا بعض الطلاب يمكن عندهم مشكلة النظر أو البصر، يعني الطالب ممكن ينقل لأنه زميله أو هذه الطالبة زميلتها أقرب لها من السبورة، فبالتالي هي تحاول دائما يعني تعمل حاجز ما بينها وبين صديقتها يعني. وهذا النماذج يمكن احنا لاحظناه كثير في المدارس، ويبدأ هذا مؤشر خطير جدا، يعني مؤشر بمعنى أن نحن لماذا نتحدث عن هذا النوع من التوجهات الغير منتجة؟ لأنه هذه التوجهات المنتجة مع تكرار السلوك فيما بعد في المستقبل سوف تتكون شخصية هذا الفرد، لأنه هو نشأ وهو تربى من فترة، يعني من سن مبكر على هذا التوجه الغير منتج. هذا النوع من البشر دائما يكون عندهم شعارهم هو ما لي ملكي وما لك، يعني لا يؤمنوا بالتعاون، بالتكافل، بالمشاركة، بإعطاء الآخر، مساعدة الآخر، الإيثار. هذه القيم الإسلامية كلها لا يؤمن بهذا النوع من التوجه. دائما يكون حريصين على أملاكهم، ويكون هذا الفرد يعني يرفض يشارك الآخرين. يمكن نلاحظ كذلك هذا النوع حتى مع أبنائنا، تجد أن أحيانا الطفل من سن مبكر يعني يرفض أن يشارك أخوه. طبعا هنا في اختلاف في مرحلة التمييز. أحيانا هذا النمط من السلوك يكون له علاقة بمرحلة النمو، يمكن ذكرناه وناقشناه في مواضيع النمو، اللي في فترة اللي هي سن التمييز يكون واحدة من سمات الطفل إنه الامتلاك وإثبات الذات، فحتى لا يكون في خلط بين الأمرين. المحافظة على ممتلكات شيء والكنز شيء آخر، إنه نحن نساعد أبنائنا إنه يحافظوا على ممتلكاتهم، يحافظوا على ذاتهم، إنه الطفل يعرف إنه حدود يعني حدوده حتى لا يسمح الآخرين بالاعتداء. فهنالك يعني يكون فاصل ما بين يعني إثبات الذات والمحافظة على المصلحة على الذات، بالمقابل على النوع الآخر اللي هو نوع الكانزون.
فهذا هو الفرق ما بين النوعين، ويكون لكل مرحلة لها مؤشراتها حقيقة، وهذا يحتاج مننا نحن كأولياء أمور، وخاصة هذه الرسالة يمكن بشكل عام أنا أوجهها للأخوات وأوجهها لنفسي. يعني حقيقة نحن كأمهات نحتاج أن نعرف ما هي حدود يعني كل يعني السمات، أو ما هي سمات كل مرحلة في النمو، حتى وأنا أميز ما بين التوجه اللي يكون مؤشر خطير في المستقبل، وما بين التوجه الصحيح أو سمات النمو في هذه المرحلة. ولأنه خاصة الرسالة للأمهات، لأنه في هذه المرحلة، خاصة مرحلة سن التمييز، الطفولة المبكرة، دائما الطفل يكون مع الأم أكثر، وهذا ما أثبتته جميع النظريات يعني في مجال التربية ومجال علم النفس النمو، أنه في المراحل الأولى يتأثر الطفل بما يتلقاه من رعاية وحب وحنان واهتمام وتوجيه من قبل الأم. فبالتالي نكون نحن حريصين جدا أن نميز ما بين السلوك اللي يكون مؤشر غير منتج وسلبي، وبين السلوك الطبيعي اللي يتعلق بمرحلة النمو نفسها. فهذا النوع من التوجه الغير منتج نحتاج أن احنا نوجه من خلال الألعاب يعني كيف نشارك أبنائنا يلعبوا تكون ألعاب يشاركوا فيها مع بعضهم البعض، نعطيهم أشياء، أعطي لصديقك هذه هدية، يعني يبدأ هذا السلوك داخل البيت نفسه، الوالدين يكونوا هم موجهين وهم قدوة للأبناء. فهذه الرسالة يعني نحتاج أن احنا حتى لا نخرج يعني أبناء يكون عندهم صفة الأنانية وصفة التمحور حول الذات، والإنسان اللي متمحور حول ذاته يكون إنسان سلبي، ويمكن هذا يخالف قيمنا الإسلامية. الإنسان يعني من خلال مجتمعه يعطي، وهذا يعني هذه تكون من الصفات الإيجابية اللي نحن نربي أو نقرص في أبنائنا من وقت مبكر. وصلنا لهذا النوع اللي هو نوع الكانزون، ويعتبر توجه غير منتج في المجتمع، وكيف نقي أنفسنا ونقي أبنائنا من هذا النوع من السلوكيات أو التوجهات الغير منتجة، واللي يكون عندها آثار وعواقب وخيمة في المجتمع. إلى أن نلقاكم في نوع آخر إن شاء الله في هذا الموضوع التوجه غير منتج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.